مجال التمثيل بهوليوود صعب، وأن تبقى بقمة المجال الأمر أصعب، ويكون أصعب على الممثلين إذا رادوا يشتهرون ويسوون نفسهم اسم ويبقون محط الأنظار لسنوات عديدة. بهذا الفيديو راح أحكي على أكثر 5 ممثلين مظلومين من وجهة نظري. من الممثلين المفضلين عندي وافضل ممثل جيمس بوند بالنسبه لي، بعد ما حصل على شهره وبنى اسم نفسه بهوليوود بالتسعينات من مثل دور جيمس بوند. بيرس ما حصل شهره مثل غيره من الممثلين اللي مثلوا دور جيمس بوند مثل شون كونري ودانيال كريغ، على الرغم كان هو الافضل بينهم واكثر واحد يمتلك المقومات من الشكل والكاريزما وطريقه الكلام اللي تناسب شخصيه جيمس بوند. وهذا مو بس رايي، حتى المخرج كوينتين تارانتينو كان يشوف بيرس بروسنان افضل من مثل جيمس بوند، وكوينتين راد يخرج ويكتب فيلم الجيمس بوند بمنتصف الألفينات ووصل على اختيار الممثل بيرس بروسنان بدور جيمس بوند، بس المنتجين رفضوا ورادوا دانيال كريغ وما حبوا الحرية اللي يريدها كوينتين تارانتينو. بيرس ظل يمثل أفلام زينة بداية الألفينات إلى الآن، بس عمره ما صار ممثل رئيسي، وحتى هوليوود ما تنظر إلى هاي النظرة، على الرغم من الممثل يمتلك إمكانيات حلوة كاريزما قوية على الشاشة. البورتريكي بينيسيو ديل تورو من أكثر الممثلين المظلومين بالتاريخ، قليل ما ينذكر وأغلب الناس والكاجوال اللي يشوفون الأفلام ما يعرفونه، على الرغم من الممثل فايز بالأوسكار. بعد البداية القوية بداية الألفينات وفوزه بالأوسكار وترشح للأوسكار مرتين، بينيسيو ديل تورو ما صارت تيجي أدوار قوية باستمرار، خصوصا بعد تمثيل فيلم تشي بسنة 2008 اللي يحكي على سيرة ذاتية للشخصية التاريخية تشي جيفارا، معروف عندنا بجيفارا، اللي استديوهات هوليوود رفضت تنتج الفيلم والسينمات رفضت عرض الفيلم. كانت ضربة قوية لديل تورو وأثرت على حصول الأدوار وعلى مسيرته، بس ظل بين فترة وفترة نشوف بأدوار حلوة، وحاليا وضع أحسن، بس كان المفروض أفضل بهواية. جون هام من المواهب الضاعة بهوليوود، بعد ما مثل المسلسل المشهور ماد مان سنة 2007، وهالمسلسل طلع جون للساحة وعرف الناس بالكاريزما اللي عنده وبقدرته التمثيلية العالية، وترشح جوائز على هالمسلسل. بس جون هام بعالم الأفلام كان حكاية ثانية، ما حصل على الأدوار الرئيسية أبد، وظل يمثل بأدوار ثانوية وبأفلام كوميدية تافهة ما تقارن بالموهبة والكاريزما اللي يمتلكها جون، مثل أفلام كيبينج أب وذ جونسز وفيلم تافه تاج. جون كان ضايع بهالفيلمين وأبد ما لاقي عليه الأدوار الكوميدية، لأن الممثل يمتلك كاريزما ونبرة صوت خشنة وقوية ما تلوق أبد للأفلام الكوميدية. ورجع جون لعالم المسلسلات وظل منسي وما وصل للتوقعات والإمكانيات اللي يمتلكها إلى يومنا هذا، وحاليا عمره 54 سنة وخل طموحه والموهبة انقتلت. جود لو البريطاني المظلوم. جود لو عنده هواية افلام حلوه وترشح مرتين للاوسكار، وانا اشوف انه كان عنده فرصه قويه يفوز بوحده على الاقل، لانه جود ممثل متمكن. فترته بالتسعينات كانت زينه وبدايه الالفينات هم، بس جود ظل يمثل الادوار الثانويه بالافلام المشهوره القويه اللي مثلها ممثلين مثل ليوناردو دي كابريو وروبرت داوني جونيور، وبدا الوضع يسوء عند جود وما حد استغل امكانيات الممثل، وما صار ممثل مثل افلام زينه مثل قبل، وصار منسي. ادوارد نورتون أكثر ممثل مظلوم بالتاريخ. هالممثل عنده موهبة قوية بالتمثيل مثل ممثلين جيله ليوناردو دي كابريو، واكين فينيكس وكريستيان بيل، ويمكن أحسن منهم. ترشح للأوسكار أكثر من مرة وما فاز، وعنده أفلام قوية ومشهورة هواية مثل فايت كلاب وأمريكان هيستوري إكس، بس المعروف عليه صعب التعامل وياه خلف الكواليس، ويحب يغير بالنصوص هواية، وهالشي سواه عدو كل مخرج يريد يشتغل وياه. وراه ادوارد يطلع بمقابلات وينتقد أفلامه هو اللي يمثلها بنفسه. ادوارد قلت أدوار التجي وضاعت فرصة صناعة ممثل عظيم كبير.